الإرهاب والتخريب والتمرد مصرعهم، وأصيب آخرون أثناء تصدي أبطال القوات المسلحة والأمن لمحاولة تسلل قامت بها تلك العناصر إلى مواقع في منطقة المرخام بسفيان. وقال مصدر عسكري مسؤول إن وحدات عسكرية تصدت لمحاولة تسلل لعناصر الإرهاب والتخريب إلى المخاش ومنعتهم من التمركز في منازل عدد من المواطنين وطردتهم منها. كما دمرت عددا من الأوكار والتجمعات والمركبات التابعة للإرهابيين في المجزعة وصيفان والخراب. وقامت وحدات عسكرية وأمنية بضرب أهداف للعناصر الإرهابية في محظى وغمان والكبشين وبني معاذ والشبكة والخرابة والعقاب، وتم تدمير 3 أوكار لهم في جنوب الصحن واستهداف تجمعات أيضا لهم في سوق الليل وجبل الكوزان وغرب السما. في حين نفذت وحدات عسكرية وأمنية هجوما خاطفا على المنطقة الواقعة بين محظى والمقاش، ودمرت عددا من أوكار العناصر الإرهابية والتخريبية، ولقي عدد من تلك العناصر مصرعها خلال العملية فيما جرح آخرون. وسقط العديد أيضا من عناصر الإرهاب والتخريب بين قتيل وجريح في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أثناء تصدي أبطال القوات المسلحة والأمن بالتعاون مع المواطنين الشرفاء لتلك العناصر التي حاولت الاعتداء على المجمع الحكومي في مديرية منبه والتمركز فيه، وفيما استشهد 2 من المواطنين وأصيب 6 آخرون. وكبد أبطال القوات المسلحة والأمن العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد شرق المنزالة وشمالها والتلال المجاورة لها والحصامة والجرائب والحيتان والبسطة. كما دحر مقاتلون الأبطال مجموعة إرهابية تسللت إلى المزارع الواقعة شرق العقاب وكبدوها خسائر كبيرة. وأضاف المصدر أن العناصر الإرهابية قامت بإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في وادي واسط والرحضة وخوفان وحباشة. من ناحية أخرى، توافد أبناء محافظة صعدة إلى مستشفى السلام للتبرع بالدم لأبناء القوات المسلحة والأمن ومساندة جهود إنهاء الفتنة في محافظتهم.